ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وكرتون جديد. وكرتون بتاع النهارده تقريبا مفيش حد ما بيحبوش، كبير صغير هتلاقي كل الناس بتحبه. النهارده معانا كرتون غامبل، هنتكلم عن الاسرار اللي فيه وهل هو فعلا مناسب للاطفال ولا لا. فما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. بس قبل ما نبتدي الفيديو حابب اشكركم على اول فيديو نزلته عن كرتون كالرانس. جاب مشاهدات، هي مش عالية قوي ولا وحشة قوي، بس انا مبسوط ان في ناس حبت المحتوى. وشكرا جدا على اللايكات والكومنتات الحلوة. فلو لسه ما شفتش الفيديو روح شوفه وارجع شوف الفيديو ده. فيلا نبتدي مع بعض. في نظرية بتقول ان عالم غامبل مش عالم حقيقي، بل عالم محاكاة افتراضي، معمول يعني كنوع من التجربة الاجتماعية من كائنات اعلى من البشر. سكان المور، المدينة اللي عايشين فيها، هما تجارب معمولة بأشكال وسلوكيات مختلفة. وده يفسر ليه كل شخصية مختلفة عن التانية تماما، وليه العالم دايما غريب وغير منطقي. نظريا غامبل هو مركز التجربة، كل حاجة بتحصل حواليه وكأنه دايما يعني محور الكون. النظرية بتقول انه ممكن يكون العميل او الكائن اللي بيتم مراقبة العالم من خلاله. تصرفاته الطفولية تخفي وراءها يعني رغبة في التلاعب والسيطرة على اللي حواليه. نيكول هي أكتر واحدة ناضجة وعقلانية، لكن لما بتغضب تتحول لوحش حقيقي. النظرية بتقول إنها مش مجرد تجربة، بل واحدة من الكائنات اللي بتراقب التجربة لكنها اندمجت فيها ونسيت دورها الحقيقي. ده يفسر قوتها غير الطبيعية وتصرفاتها المتطرفة. في بعض الحلقات ريتشارد الأب بيبان كأغبى شخصية، لكن النظرية بتقول إن غبائه غطاء على وعي عميق بيحاول يهرب منه. يمكن يكون مر بتجارب قاسية أو تم محو ذكرياته. إينايس رغم إنها طفلة لكنها عبقرية. النظرية بتقول إنها منتج تجريبي لعقل خارق في جسد طفل صغير، وكأنهم بيختبروا إمكانية زراعة ذكاء في عمر صغير. في بعض الحلقات بتتصرف وكأنها واعية بوجود شيء أكبر من العالم اللي هي فيه. بيني كانت في الأول على شكل فول سوداني بريء، لكن لما اتحررت من القشرة بقت كائن متعدد الأشكال. النظرية بتقول إن شكلها الحقيقي مش ثابت لأنها بتهرب من الحقيقة اللي هي جزء منها، ويمكن كائن من بعد تاني. روب هو الشخصية الوحيدة اللي اكتشفت إنها في كرتون في الموسم الأخير. بقى عارف إنه في عالم غير حقيقي، وده بيخليه أقرب لضحية الوعي اللي هو ضحية الوعي، وعايز ينتقم من الكائن اللي بيتحكم في العالم. هو بمثابة الغريب اللي فاهم من الحلم، وده مرعب جدا. داروين مش مجرد سمكة نطت من الحوض وبقت تمشي وتتكلم. النظرية بتقول داروين تجربة علمية سرية اتعملت جوه المدارس أو جهة منظمة غامضة. التجربة دي كانت بتحاول تخلي الحيوانات البحرية تعيش في البر وتبقى زي البشر. النظرية بتقول إن عالم غامبل معمول عشان يخلينا نتعود على فكرة التحكم في الواقع وتشويهه، كأن المسلسل بيهيئ وعي الطفل إنه يقبل العالم كفوضى قابلة للتحكم. ده ممكن يكون مجرد ترفيه أو تحضير عقلي لجيل جديد يعيش في عالم مش حقيقي تماما. في النهاية كرتون غامبل مش مجرد رسوم متحركة، لكنه مرآة لعالم غريب مظلم ومليان رموز ورسائل خفية. كل ما تعمقت فيه هتشوف قد ايه الجانب المظلم منه مرعب اكتر من اي فيلم رعب. بس في نهاية الفيديو قولي رأيك في الكومنت، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. وبس كده، يلا سلام.